جامد قوي الواد ده، لا وحريف. يلا نشتريه، ما هو معانا يا راجل. طب ما تيجي نبيعه ونشتريه تاني. الفلوس. ملخص الشوط الاول من وجهه نظر المروحه اللي شغاله، بس انا مش هشغلها عشان بتعمل صوت في الميكروفون. وسام ابو علي سفاح دنماركي من اصول عربيه اصيله، هدفه العوده لارضه. السلام عليكم، وحشتوني. انا عارف ان انا مقصر وغبت كتير، بس ده لسببين. الاول ان انا سافرت، التاني ان انا رجعت منطفي شهر كامل، بس ملوش علاقه بالاسباب اللي انتوا كتبتوها لي على التيك توك، اللي كتب ان انا اتحبست واللي كتب ان انا اتجوزت. طب يا ريت اتجوز، بس انا اتحبس ليه؟ مش فاهم. كل ده عشان 6 افات على عمرو السيسي. بس المهم تديني اللايك والشير والتعليق والاشتراك وتدلعني، عشان انا هدلعك واطمن. خلاص مفيش انقطاع ولا انطفاء تاني، لان القلب اللي كان بينكسر خلاص مات. بدأ ماتش الهلال والنصر، الفريق ما عرفش طعم النصر من ساعه ما انا اتفرجت عليه، واللعيبه جايه بفلوس حرام تقريبا. واعتمد مدرب الهلال جورجي جيسوس على ان النصر بقاله موسمين بيطلع بموسم صفري، فما فيهاش حاجه ما نخليهم 3. اما المدير الفني للنصر فاعتمد على ان مدرب الهلال كبير وحرام القسوه على الكبار، بس عادي الكبار يضربونا ويخرجونا من الصوبه. المهم الشوط الاول كان شوط كله خديعه، اقنع فيه لعيبه الهلال ان النصر ممكن يكسب، والباقي هحكيه لكم في الشوط الثاني. وده بدا في الدقيقه 43 بعد ريلز قصير من مهارات عبد الرحمن غريب على الوينج اللي ياخدها ويبصيها لكريستيانو اللي هوبا 1-0 للنصر بالسد، عشان تنتهي الاحداث وانا ما انتهيش. عشان ادي لك ملخص الشوط الاول من وجهه نظر المروحه اللي شغاله، بس انا مش هشغلها عشان بتعمل صوت في الميكروفون. القمه المنتظره اللي بتتلعب كل يوم بعد الغداء، ما تعرفوش انتوا الزمالك بنشوفه في السنه مرتين وبيفقس لقمه منهم على طول. حد يشيل الستاير دي يا جدعان، الجمهور كله اتجمع واتحشر تحتيها تقريبا. انت بتهزر يا حبيبي، داخل تقابل كريستيانو بحزم الجرجير في جيبك، راغد النجار ونواف بوشل ومحمد الفتيل ومهند ابزيمه ومعتز السنجاري. لو عايزين تكملوا القايمه وكده. ايه ده ريال؟ احنا ما بنلعبش القرعه باقل من مليون ريال. انت في السعوديه يعني بلد ال 30 مليون كفيل. ايه يا عم انتوا قاعدين في بيتك؟ ايه كل الشاشات دي؟ هو الفار 4 شاشات وشاشه عشان التمويه تحط وراها كاتل الشاي. ده بتاع لانشون ده ولا ايه؟ والاولى بسم الله، ده تقليد عندنا في صربيا، عشان نبارك الحاجه وتتكسر ننط من فوقيها. انت بتهزر يا ابني، هي زريبه يا حبيبي، هي زريبه دي. ما لازم يروح يجيب جول، ما الفانتازيا اللي بنعملها دي مش موجوده الا في بيس 13. يعرف حرامي زي ده ويفرط فيه. طب ليه ده بقى؟ مش هفرط فيه يا عم، فرط فيه زي ما انت عاوز. بس انا كده وصلت لمرحله الزنا البدني، تلت ساعه لعب زي الفل. عايزين منخل، بس ليه يا طب؟ جامد قوي الواد ده، لا وحريف. يلا نشتريه، ما هو معانا يا راجل. طب ما تيجي نبيعه ونشتريه تاني. الفلوس. انه يطلب الكره، بيطلب الكره، اعطيني الكره، ان هم بيدوا له الكره مثل حال جميع اللاعبين الكبار. الحمد لله على السلامه. دي اللحظه اللي بقول لك فيها اثناء متابعتي للشوط الاول والثاني لفت انتباهي شيء مثير. اللاعب اللي ان شاء الله ما حدش من الفرقتين يشوفه، الظاهره هداف دورينا، اللاعب اللي كان نفسه ينهي الدوري بتاعنا باك وورد، بس للاسف ما جابوش. هكر الاهداف وسام بيه ابو علي، وما لقيتش سبب لكل ده، وده اللي خلاني الجا للصحفي الكبير ابو المهازل. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم اسرار وخبايا المستديره، وهحط لكم باكتشافات جديده هتغير من مسار الكوره في مصر والشام وحتين وعكا. وسام ابو علي سفاح دنماركي من اصول عربيه اصيله، هدفه العوده لارضه. فلو بصيني على ميلاد وسام ابو علي سنجد ولد في الدنمارك عام 1999. 1999 حفله جورج وسوف بالدنمارك 1999. جورج وسوف الذي من سوريا 1999 نهائي كأس سوريا الذي بين جبلة وحتين التي في فلسطين التي يرجع لها أصل وسام أبو علي. طب خد الجميلة المحيرة، بدأ وسام أبو علي مسيرته الكروية في نادي أوبا الدنماركي عام 2018. أوبا التي تعني باللغة العربية الرجعة أو العودة 2018. بداية مسيرات العودة الكبرى 2018 في يوم الأرض الفلسطيني وسام أبو علي الذي يلعب مهاجم للأهلي. طب خد الناحية المركبة، قبل انتقال وسام أبو علي للنادي الأهلي لعب في نادي ايكي سيريوس السويد التي قصفها الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية بدون سبب. الاتحاد السوفيتي روسيا التي تولى رئاستها مؤقتا بوتين في عام 1999. بوتين الذي قال أن الأرض الفلسطينية تم الاستيلاء عليها بالقوة العسكرية من وضع فلسطين التي أصبح وسام أبو علي يلعب في منتخبها وبشق الخيوط. وسام أبو علي سفاح دنماركي من أصول عربية أصيلة، هدفه العودة لأرضه.
بشكر الكابتن الكبير اللامع مهند على الاستضافه الجميله دي، وبوعدكم بالظهور في حلقات جديده من برنامجكم اسرار وخبايا المستدير. سلام. الحمد لله على السلامه. الافتقاد ده بيجبرني احكي لك اللي حصل في الشوط الثاني بسرعه. الشوط الثاني كان شوط الحقيقه المره، الشوط اللي لعيبه الهلال فيه مسكت لعيبه النصر وقعدت تزغطها جوال، وده حصل 4 مرات، وبدا في الدقيقه 53 بعد كره مع اللاعب بتاع لاتسيو، نسيت اسمه، البيتش الساندويتش، ياخدها من نص الملعب ويعملها 1-2 في وسط دفاع سكران ويعدي وبعدها هوبا 1-1 للهلال. والثانيه في الدقيقه 63 بعد كره سيمبل تبدا من الركنيه تتباصى وتترد في وسط دفاع كحيان، تترفع من بعيد قوي لمتروفيتش في وسط دفاع كحيان برضه هوبا 2-1 للهلال. والثالثه في الدقيقه 68 عشان تبقى فرطت بقى وتاثير البنج ما يروحش والدماغ العاليه المتكلفه دي حرام تبيع، كره على الوينج تترفع للوينج الثاني ولعيبه النصر مستنيها تطلع بره، مع ان فيه لاعب ممكن ياخدها وفعلا ياخدها ويبصيها لمالكم اللي يحنكش ويخش لجوه ويبصيها لمتروفيتش وهوبا 3-1 للهلال. وفجأة في النهاية لعيبة النصر تزهق من كتر ما بتتضرب من الأعداء فقرر تضرب نفسها، وده بيحصل فعلا في الدقيقة 72 بعد ضربة مرمى عادي يبصيها الحارس للمدافع يردها له المدافع تاني فيزنبقها الحارس من على رجليه توصل لمالكم اللي هوبا يحطها في الجول 4-1 للهلال. وبس كده خلصت الأحداث وألف مبروك للهلال بقى بطل السوبر وتوتا خلصت الحدوتة. بس أنا ما خلصتش عشان لسه فاضل لك ملخص الشوط الثاني اللي هديهولك من وجهة نظرك أنت من غير النضارة عشان نسيتها. على ركبه ويبص لعدوه باحترام ويتوسل إليه. Please don't fuck me. مين الفردة المتنية اللي بهجم بيها دي؟ قلت لهم عايز فان باستن، الواد مش عالي الدنيا في اياكس. عقباوي دم حامي دنيا دايرة بالاسامي. ايه الماسكة دي في ايه؟ هنغسل ابيض دلوقتي ولا ايه؟ لسه متنا. احنا كل معلوماتنا عن التمركز الدفاعي انه بالمطوي والدروع ايام الكابتن قطز ومساعده الظاهر بيبرز تقريبا. هو حماده الجون عنده صدمه زمنيه ولا ايه؟ الكره دخلت من نص ساعه ولسه مرمي عليها دلوقتي. رابك فين؟ مفيش في وشك مكان. 8 7 8 6 7 8. انا لازم اغير او اتغير. صح لازم نغير. غير مين بقى؟ اطلع الغنام وانزل البهتان؟ طيب وسع يا عم الكوميديان، الزاويه دي لسه ما جبناش فيها جول. 4 انت مش لسه بالع 4 دلوقتي؟ انت اللي زيك ما ينفعش ينزل الارض ابدا، لازم تفضل جول ثابت. مين اللي مقيم الفرقه وبيحتفل بيها على قفاك ده عامل لك نجمه وقرصه. الحمد لله على السلامه. انا جاي اقول لك شكرا وتسلم على وجودك عشان كملت معايا الفيديو لحد الاخر. ولو الفيديو عجبك اعمل لايك وشير وتعليق واشتراك، ولو الفيديو ما عجبكش اعمل لايك وشير وتعليق واشتراك برضو. وبس كده انا فعلا خلصت. سلام. البرادعي ما هو مش عشان حسمنا الدوري ندي الفرق بالنووي. ايه ده؟ سيد عبد الحفيظ مني الله ثبت صنم. ما لعبه في الفريق الاول سهله اهو. هو الاهلي اشترى زد ولا ايه؟ احنا زدنا بقى في دقيقنا جدا. تشكيله زد المثاليه: اول لاعب حماده المظلوم اللي طرده غير من شكل فريقه وخلاه قريب من التعادل، ورأفت في مركز القلب الطيب اكتر لاعب سجل اهداف اسمه رأفت في تاريخ زد، ومصطفى سعد ميسي. هما الاثنين قصيرين زي بعض. سبحان الله الفرقه دي لابسه زينا بالظبط. هما دول دوبليرات ولا ده اي ولا ايه بالظبط؟ ايه ده جنيه عادي؟ احنا ما بنلعبش القرعه باقل من مليون جنيه او 100 جنيه ذهب. احنا زد يعني بتوع سويرس. هما اتلخبطوا وحطوا اسامي الفريق الطبي بدل فرقه الكوره. مين دول؟ فين طاهر محمد طاهر؟